صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم مع هذه الفقره اللي نتكلم فيها عن الحدائق والمتنزهات واحنا داخلين على عيد الاضحى تحت شعار عايزين نفرح. احنا انهت الهيئه العامه للحدائق بالقاهره تزيين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين ايام عيد الاضحى المبارك. طبعا الفتره اللي فاتت يمكن كانت هناك مشاكل اقتصاديه وكانت هناك مشاكل يمكن اجتماعيه وسياسيه. بنحاول المصريين خلال عيد الاضحى ان هم يروحوا عن انفسهم وعن اطفالهم وعن كل العائلات، بالاضافه طبعا ان احنا لازم نكون جاهزين ان هذه المتنزهات والحدائق هي المتنفس الوحيد لتحقيق الفرحه للاطفال على الاقل والعائلات بصفه عامه. معنا في هذا الحوار الاستاذ حافظ سعيد رئيس هيئه الحدائق بالقاهره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ حافظ. وفي البدايه العيد زي ما قال محمود يمكن للكثير من ابناء الشعب المصري هي الحدائق والمتنزهات والجناين والخروجات بالشكل ده تكون مساحه للخروج العائلي مع العيله ومع الاسره كلها. ايه استعداداتكم في عيد الاضحى المبارك ان شاء الله لتجهيز هذه المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين المصريين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بحب اهنئ الشعب المصري كله والاخوه المسلمين في العالم كله بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله تعالى يكون عيد سعيد عليهم ويكون فرصه مواتيه للوئام والتصالح بين ابناء الشعب كله ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. اولا الهيئه العامه لنظافه تجميل القاهره والحدائق المتخصصه في محافظه القاهره، احنا بقالنا اكتر من شهر حاليا دلوقتي بنعد للاحتفال بعيد الاضحى بالمناسبه دي ان شاء الله تعالى. والمتنزهات والحدائق الموجوده عند القاهره هو ده المتنفس للشعب القاهري او للناس اللي ما عندهاش. تعرف دلوقتي النوادي غاليه جدا، فده متنفس للمواطنين الموجودين في القاهره. احنا ابتدينا من شهر بالظبط مراجعه جميع الحدائق الموجوده في القاهره. الحدائق الموجوده في القاهره عندنا حوالي 50 حديقه بين متخصصه ومتميزه، وعندنا فوق 250 حديقه عامه، ودي الحدائق العامه دي مفتوحه بالمجان للمواطنين، بالاضافه الى المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسيه الخضراء اللي الناس بتقعد فيها في العيد برضك. الحدائق بتاعتنا ابتدينا نراجع من الناحيه الزراعيه، كل حدائق ابتدينا نهتم بالمسطحات الخضراء فيها، سواء كان قص النجيله، سواء كان اشجار تقليمها، اضافه زهور جديده ليها. انتهينا من كل الاعمال دي خلاص. الحدائق على عهده السداد من الناحيه الزراعيه. برضك في مراجعه للدهانات الموجوده في اعمده الاناره، مراجعه الاناره كلها في مستوى الحدائق، لان طبعا الوقت بالليل بيبقى متاخر بالليل فالاضاءه بتبقى موجوده اساسيه، رجعنا الاضاءه فيها. الضوات المياه ابتدت مراجعه فيها من زمان خلصت. اللعب بتاعه الاطفال الموجوده، الملاهي بتاعه الاطفال الموجوده، اعتقد كل الحدائق بتاعتنا دلوقتي مستعده الحمد لله تعالى. وحاجه جديده عملناها ان احنا ابتدينا نزيل الشعارات اللي موجوده على الاسوار بتاعه الحدائق. ده موضوع كبير دهناها برضك. الحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله تعالى وتصمد لو يوم العيد يبقى ما يكتبوش مبروك لابوه يعني. لا بيكتبوا مبروك. فدهنا كل الحدائق دي وكل الاسوار بتاعتها ان شاء الله تعالى حدائق على المستوى لائق بيها باذن الله تعالى. الحدائق دي مفتوحه ان شاء الله تعالى من اول يوم العيد، مفتوحه من الساعه 8 صباحا لغايه الساعه 10 لغايه الساعه 10 مساء في الايام اللي الحظر فيها الساعه 12، ما عدا يوم الجمعه تبقى موجوده من الساعه 8 لغايه الساعه 4 عشان الحظر بيبتدي الساعه 7. حضرتك قلت المتخصصه والمتميزه. هو عمليه هم كلهم حدائق بس دي تبع مشروع متخصصه ودي تبع المشروع ده. كلها حاجات رمزيه، حتى الاسعار بتاعت الحدائق، رسوم دخول الحدائق دي للمواطنين اسعار رمزيه جدا. ما زادتش السنه دي؟ ما زادتش، الاسعار كلها بتتراوح بين جنيه و3 جنيه اقصى يعني على حسب المنطقه على حسب الحديقه نفسها، على حسب الحديقه نفسها. الحدائق برضك في الاحياء الشعبيه زي ما هي، المزيدات فيها زي ما هي، بتراوح بين جنيه و3 جنيه، وده اقصى تذكره موجوده فيها. اعتقد ان ده بسعر ملائم لكل الناس المواطنين الموجودين في القاهره. طب العيد برضو مش حدائق بس، لكن كمان حتى فكره التامين، واحنا بنتكلم عن الحدائق وفكره في بعض الاحيان بيحصل مشاكل بالنسبه للجزء الامني. هل هناك تنسيق ما بين ادارات هذه الحدائق وما بين التامين او الشرطه بتاعتها؟ تم بالفعل، دي عمليه
العاديه هي يعني كل سنه بنعملها، لكن السنه دي زادت اكتر معانا. أكيد. تم التامين مع وزاره الداخليه وخصوصا مع الاقسام اللي واقع في نطاقها كل حديقه من الحدائق دي تم ارسال خطابات رسميه للساده مامور الاقسام ديت لتوفير الامن فيها. وفي حدائق بيبقى فيها عندنا حدائق كبيره زي الحديقه الدوليه وحديقه الفساد كبار قوي، يبقى الاعداد فيها كبيره جدا، فبيشاركنا في التامين فيها القوات المسلحه، بتشاركنا فيها في هذه الاحتفالات. هي الحدائق ما فيهاش امن داخلي؟ لا فيها امن، فيها امن. كل الحدائق فيها امن، بس الامن بتاعنا امن غير لا بيبقى في تامين دخول وتامين خروج فقط. بالظبط. بيبقى مسؤول عن لا مسؤول عن بواباته. داخلي موجود برضك، بس ما بيبقاش ليه برضك الامن الداخلي الثقل الامني. لكن هو احنا دايما في الاعياد بيبقى في تعاون وثيق بيننا وبين الداخليه في تامين الحدائق اللي موجوده في خلافات العيد. وكمان احنا مش الامن بس، احنا نسقنا مع وزاره الصحه عشان عربيات الاسعاف بتبقى موجوده في الحدائق الكبيره، بتبقى متواجده عربيات الاسعاف بتبقى موجوده فيها ان شاء الله تعالى. كل شيء مؤمن وجاهز والناس تخرج وتتفسح ومفيش حاجه باذن الله تعالى. عيد سعيد عليهم جميعا باذن الله تعالى، واحنا تحت امرهم وموجودين في استقبالهم من الساعه 7 الصبح، موجودين في الحدائق لغايه ما تنتهي لغايه الساعه 12 لغايه ما ان شاء الله نتبسط في العيد ده. لكن عايزه اسال حضرتك عن الحدائق هذا العام، هل حدث اختلاف فيها داخلها عن الاعوام السابقه؟ هل في تطوير في حاجات معينه؟ هل في حاجات جديده اضافات لهذه الحدائق؟ والله بصي، هو في حاجات جديده في اللعب بتاعت الاطفال، اضفنا حاجات جديده في لعب الاطفال. في كان عندنا قطار فيه مشاكل شويه، قعدنا القطار مره ثانيه في حديقه الدوليه، حديقه فسطاط الطفطف موجود. الاضافات اللي موجوده في الملاهي بتاعت الاطفال كلها، الملاهي حتى الملاهي اضافه العاب جديده موجوده في الملاهي بتاعت الاطفال يتمتعوا بيها ان شاء الله تعالى. لا والحدائق انا شفتها، لفيت على معظم الحدائق، المستوى فيها الخضره جميله والزهور طلعت جميله. يعني ان شاء الله تعالى على وجه السادات باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله تعالى باذن الله. استاذ حافظ، يمكن هعرض على حضرتك فكره. يمكن معانا دلوقتي يعني رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب، وكان بيتكلم على فكره ان احنا ممكن يبقى عندنا شركه للمياه المعدنيه او المياه المعبأه تستطيع الدوله انها تقوم بيها طبعا لكسر الاحتكار. انا عندي هنا 50 حديقه زي ما انت حضرتك بتقول، لكن بشوف في العيد طبعا كله بيتجه الى الملاهي الخاصه والمتنزهات الخاصه والنوادي وما الى ذلك. ليه؟ لان في بعض الاحيان بيبقى المتنزهات العاديه المملوكه للدوله او الحدائق غير مجهزه بفكره الالعاب او فكره الخدمات بشكل كافي. هل ممكن تطوير ده بحيث ان هو يصبح مشروع اقتصادي بالفعل؟ هو طبعا الموضوع رمزي وما الى ذلك، ولكن قد يستخدم بفكره ان تكون جاذبه، وجاذبه هنا معناها ان انا بخدم المواطن بسعر شبه رمزي، وكمان بخدم الدوله برضو بموارد. هو عايز اقول لك حاجه، هو اللي انت اللي سالتني من شويه ايه الفرق بين المتخصصه والمتميزه؟ هو سؤال هي دي بالظبط، هو اللي انت بتقوله ده هو ده اللي مطبق. الحدائق المتخصصه ده بتدار كقطاع خاص بالظبط كده، ففيها الفكر الاقتصادي وفيها كيفيه تطوير الحديقه وكيفيه جذب المواطن ليها. احنا عندنا على فكره في الحديقه الدوليه في مجموعه كبيره جدا من الحفلات اللي معموله فيها بمناسبه العيد، مجموعه كبيره جدا من الحفلات، سواء كان موجود في الحديقه الدوليه في الحريه في الاندلس. الحدائق دي حدائق كبيره كلها بتدار بالفكر الاقتصادي لكنها قطاع خاص، فكلها فيها اولا فيها معظم الحدائق دي فيها منافذ بيئه موجوده على مستوى عالي جدا جدا، فيها مطاعم على مستوى عالي، كلها بتليق بالمواطن. عايز اقول لحضرتك ان حجم الزائرين في العيد بيفوق ما تتصور، بحجم صعب جدا جدا، زحام كبير جدا جدا، والاقبال على الحدائق في العيد وخصوصا الحدائق الكبيره الحدائق المتخصصه والمتميزه بالاقبال منقطع النظير زي ما بيقولوا. طيب عايز اسال حضرتك بقى في ختام اليوم الاول من العيد او في اي يوم بتفتح فيه الحديقه خاصه الاعياد، بتتحول الحديقه من خضراء الى الوان ثانيه بقى مش هنتكلم عنها، يعني ايه المجهودات اللي هتبذل او ايه الاستعدادات بتاعتكم في نهايه اليوم، خصوصا ان عندنا الحظر وعندنا الوقت هيكون ضيق للاستعداد لتاني يوم، لان احنا نفتح الحديقه من 7 صباحا زي ما حضرتك بتقول. لا احنا اولا في يوم العيد ان شاء الله تعالى احنا بنوزع اكياس على مبتدئين في الحدائق الصبحيه. كل اسره داخله صبحيه بنديها كيس من البلاستيك وبنطلبهم بجمع مخلفاتهم موجوده في الحديقه بعد نهايه اليوم يحطوها في الكيس ده. بالنسبه لاعاده الشيء الاصل، احنا بعد الحديقه ما بتقفل الساعه
10 اخر زائر هيطلع الساعه 10. احنا بنبقى سهرين للصبح لان داخل الحديقه مقفوله في الاسوار، فالناس دعوه مفيش تعارض مع الحظر. الحظر مالناش دعوه بيه، احنا داخل الحديقه، فالعمال متواجدين ان شاء الله تعالى من بعد اخر عاملين ورديات ليليه موجوده ليليه ان شاء الله تعالى، بحيث ثاني يوم الصبحيه يبقى الحديقه في نفس المستوى اللي كان موجود فيها في الصبح. احنا بنشكرهم مقدما طبعا لان هم بدل ما هم هيعيدوا هيقوموا بشغلهم. للاسف للاسف الشديد هو احنا كل الموظفين الميدانيين عندنا سواء كان في الهيئه العامه لنظافه تجميل القاهره او في الحدائق الميدانيين سواء عمال نظافه عمال حدائق عمال اناره، فاحنا بنشكرهم على المجهود اللي قايمين بيه. الاجازات بتاعتهم انا بعتذر لهم ان احنا موافقين الاجازات كلها في العيد، كلنا ما فيش اجازات، ما حدش بياخد اجازه العيد، ده بالعكس بالنسبه لنا بيبقى مجهود كبير شويه. فانا ان شاء الله تعالى بشكرهم على المجهود بتاعهم واحنا متواجدين ان شاء الله تعالى، مفيش مشكله خالص. طيب بالنسبه ربنا يكون في عونكم طبعا في الايام اللي جايه دي، بالنسبه لفكره ان المواطن لما بيدخل داخل الحديقه هو عايز يشتري احتياجات معينه، اكل شرب، حضرتك قلت ان في مطاعم، الاسعار بقى في هذه المطاعم هل هي مدعمه؟ هل هي اسعار مخفضه مثلا؟ مش مدعمه، هي بقدر انها تبقى اسعار مخفضه في متناول الجميع، يعني احنا لما بنتعاقد مع اي منفذ من المنافذ بتبقى الاسعار دي بالنسبه لنا بنشوفها بنراجعها الاول، اللي الاسعار اللي بيبيعها للمواطن داخل الحديقه هامش ربح بسيط جدا، مش كبير ولا حاجه، بتبقى في متناول الزائرين الموجودين في الحديقه نفسها. ده بيترتب عليه منع المواطن بالدخول بحاجات معينه هو بياكل بنحاول طبعا، لان احنا برضك بنحاول عشان نحافظ على الجنينه على المستوى جوه، بيبقى مفيش داعي بقى للحلل وبتاع الحاجات اللي هي مش ده اللي عاوزه، يعني مش عايز اقول انا عارف انت عايز تساله يعني خلينا واقعيين، في فعلا عندنا سلوكيات كلنا بلا استثناء بنتعامل بشكل، لا مش مساله الحلال، بنتعامل بشكل يمكن يعني غير ما فيهوش ثقافه التعامل مع هذه المسطحات الخضراء او هذه الاشجار اللي انا في الاول وفي الاخر لو هي اتلفت او تلفت انا برضو اللي مش هلاقيها السنه الجايه ولا اولادي هيلاقوها، فبالتالي المتنزه العام المفروض ان هو بيخدمنا كلنا. والله هو ده اللي طلبنا من المواطن ان شاء الله تعالى زي ما يجي يلاقي المكان نظيف، اتمنى انه يترك المكان بالنظافه اللي هو جاي بيها بقدر المستطاع، يحافظ على المسطحات الخضراء، يحافظ على الزهور الموجوده، بحيث ان هي دي ملكيته، وهو ده الحاجه اللي بنتنفس اللي بيجي ليه بعد كده. انما هو لو اساء استخدامه فبيبقى صريف زياده وتكلفه زياده وفي النهايه بتبقى صعبه. وفي الاخر مين اللي بيدفع التكاليف الزياده؟ ما هو بيرجع يدفع تاني. صحيح كلنا المواطنين بنشارك فيها، بس ان شاء الله تعالى في تحسن في السلوك باذن الله تعالى، اتمنى ان الناس تعايد وتبقى مبسوطه ومش مشكله باذن الله تعالى. موضوع الملاهي، هل الملاهي هتكون باسعار رمزيه داخل الحدائق ولا مجانيه؟ كلها باسعار رمزيه، عدا في لعب صغيره بتاعت اطفال صغيرين بيبي كده فدي بتبقى مجانيه، لكن الالعاب الثانيه كلها في متناول الجميع يعني باسعار رمزيه جدا، غير المناطق الملاهي بقى اللي موجوده بره. طب هسأل حضرتك سؤال يمكن المتميزه والمتخصصه هم كلهم زي ما عارفين 50 حديقه، هل بالتعداد السكاني اللي الثلاث محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه، هل شايف ان حضرتك 50 متنزه كافي في مع ازدحام العيد ولا المفروض ان احنا نضيف بعض المناطق؟ والله مطلوب، احنا ان شاء الله تعالى عندنا زيادات، عندنا حدائق تحت الانشاء. يعني هو احنا في القاهره عندنا مناطق لسه حدائق تحت الانشاء، عندنا حديقه الفردوس تحت الانشاء، عندنا حديقه في السكه البيضاء مساحتها كبيره ومساحتها كبيره. ما تنساش برضك ان في حدائق بتاع القوات المسلحه موجوده في القاهره، في حدائق كبيره موجوده في القاهره. ما تنساش عندنا برضك الازهر، برضك حديقه الازهر موجوده في القاهره. فمن الحدائق دي كلها يعني برضك بيبقى في ضغط جامد في الحدائق في العيد، انا متاكد من كده. لا مع الزياده السكانيه المفروض ان شاء الله تعالى اي مساحه فراغ موجوده في القاهره بتحول لحديقه مباشره، ما عندناش يعني نحاول زي زمان كنا بنبان اي مكان فاضي النهارده بنحاول نحوله لمسطح اخضر سواء كان حديقه او سواء الحدائق دي فاضل لها قد ايه ختاما بقى وتخلص ان شاء الله؟ لا الحدائق اللي احنا شغالين فيها ان شاء الله تعالى عندنا الحديقه بتاعت الفردوس دي يعني قدامها مش اقل من 3 شهور ان شاء الله تعالى تخش الخدمه باذن الله تعالى. حديقه السكه البيضاء لسه واخده بدري شويه عشان لسه الشغل ابتدى فيها قريب. جميل، بنشكر حضرتك الاستاذ حافظ السعيد رئيس هيئه الحدائق بالقاهره، نورتنا وشكرا جزيلا ليك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا انتهت هذه الفقره، كل سنه وحضراتكم بخير ويا رب يكون عيد سعيد وعيد مبارك على مصر كلها باذن الله. بعد الفاصل فقره جديده، تابعونا. شكرا.